عمليه الليزك في الاخر احنا بنعتبرها كدكاتره عيون هي عمليه تجميليه، يعني انت ما عندكش مرض مجبر انك تعالجه، انت بتختار ان انت تعالجه. فلازم يكون انت نفسيا مش متقبل النضاره، يعني نفسك تتخلص منها، فانا بعمل لك عمليه اخلصك منها. لكن انت ممكن تيجي عندك مقاس صغير خالص، او مثلا سنك فوق ال 40 وعندك 3/4 درجه او درجه، انا لو عملت لك العمليه هتحتاج تلبس نضاره في القرايه، فانت بالعكس الشويه اللي عندك دول مخلينك تعرف تعيش حياتك حتى لو من غير نضاره خالص. فاحنا دايما بنقول ان هو بيبقى زي كونسولتو بين الدكتور وبين المريض، انت عايز مني ايه وانا هقدر اقدم لك ايه. فلازم يكون المريض هو اللي عنده الدافع. عشان كده انت يعني لما بيجي المريض يا دكتور عايز اعمل مقاس نضاره، ما بقولوش اعمل ليزك، بعمل له مقاس نضاره وخلاص. لازم هو يقول لي يا دكتور هو انا ينفع اخلع النضاره، بتبتدي تديله اختيارات وايه المتاح قدامه. فدايما بنقول دونت بوش، ما تدفعش العيان انه يعمل الليزك، لا انت سيبه هو يختار ويجي يطلب. في طبعا مرضى كتير مش بنقول لهم لا خليكم كده افضل.